عدى رمضان عاوتاني جيتي. راه وصل الوقت. وصل الوقت. رمضان كامل عاوتاني. باقي تنعقل على اول مره استحضرتو فيها فاش لقيت واحد الكتاب غريب بين الحوايج القدام ديال جدي. غير بديت كنقرا في داك الكتاب حتى من ديك الساعه هو بحال الله، ما عرفتش كيفاش نتهنى منه حتى من الكتاب غبرو حيتاش باينه فيه السر باش غنصيفطو في حالو. بقات القضيه هكا حتى دار معايا واحد الحل. الا بغيتي تهنى مني ما تقدرش، ولكن بامكانك تبقى تشوفني غير بصفه جزئيه. كيفاش زعما؟ ما غاديش تبقى تشوفني حتى يقرب رمضان، وفي كل رمضان غادي خصك تعزل راسك في شي بيت ما كتدخلش ليه الشمس، غتبقى فيه الشهر كامل وما تخرجش منه، غتبقى غير تسمع ليا وتكتب داكشي اللي تنقول لك وتنشره. وشنو النوع ديال هادشي اللي غادي نكتب؟ غادي نعاود لك شي حوايج على العالم ديالنا وديالكم. ثق بيا، داكشي اللي غادي تعرف غادي تشكرني عليه. ويلا ما بغيتش ندير هادشي اللي كتقول. إلا ما بغيتيش غادي نفصل لك راسك على كتافك، سمعتيني؟ وإلا اعتزلتي غادي تدخل البيت وغتسد عليك وغادي تدخل معاك داكشي كامل اللي غتحتاجو الشهر كامل من الماكله. ما غتصومش وما غدوش وما غتصليش وما عندكش الحق تخرج من البيت الا بغيتي تدخل الطواليط. هذا كرم مني عليك، وقتك كامل غادي يكون ديالي، سمعتيني؟ ومن ديك الساعه كل عام في رمضان كنعزل على العالم باش كنبقى نسمع لداكشي اللي كيقولوا نكتبو وننشرو من بعد. ولكن هاد المره غتعرفوا كل قصه وتعيشوها معايا في وقتها. على شنو غادي تعاود ليا هاد المره؟ انت غادي تشوف اشنو غادي ندير لهم. كنت تما الفوق غادي نغويهم، غادي نتلفهم كتسمعني. شفت شي حوايج ما كيتوصفوش غادي نخليهم يبغيو عنا على ليه. وسمعت شي اصوات اللي صعيبه على ودنك البشريه تسمعها ولا تحملها. غادي نمشي معاهم في الطرقان ونبرك معاهم في المجالس ونتسلل الافكار ديالهم بلا ما يحسوا، كتسمعني؟ كنت مخلوق من النار، من القوه ومن العظمه، حتى جا هو آدم عفنا ديال الطين تنفخات فيه الروح، ومن الفوق تأمرت أنني نسجد ليه. أنا المخلوق من النار نسجد لشي حاجة تخلقات من التراب ما يمكنش. غادي نختار عليهم عبادات جديدة، كاين منهم اللي غادي يعبد الشمس، وكاين منهم اللي غادي يعبد القمر، وكاين منهم اللي غادي يعبد البقر، وكاين منهم اللي غادي يعبد بنادم بحالو، وكاين منهم اللي غادي يعبدني انا، كتسمعني؟ انت كون كنتي في بلاصتي واش كنتي غادي تسجد لشي واحد اقل منك؟ ولكن هذا راه كان اختبار ليك ماشي دل. اختبار؟ سكوت، ما تجيبش ليا الردة. انا كنت الاقوى، كنت الاذكى والاطهر، ما يمكنش لي نحني راسي قدام واحد لا حول له ولا قوة. داكشي علاش قلت لا بواحد الصوت اللي ما سمعوش الكون من قبل واهتزات ليه السماوات، ومن ديك الساعة وليت منبوذ. داكشي علاش حلفتي تقيد بنادم. ما غادي نتهنى حتى نصيفطو من البلاصة اللي ما رضاش ندخل ليها بوحدي الا وديت معايا الناس اللي داير هذاك اللي قلتي لي نسجد ليه، كتسمعني؟ حلفت بالمولى اللي عطاني حتى نخربق ليكم السلوكه، ونثبت ليه بلي انا كان عندي الحق. نتوما كائنات ضعيفه ودغيا كتقيدوا كيف ما تقيدتي انت وكيف ما تقيد خوك بسبب جداك. بغيتي تضرب الفلوس صحيحه؟ عندي لك واحد المهم. شرح لي داكشي اللي قلتي لي البارح، كيفاش خويا تقيد بسبب جدي؟ اش دخل جدي وخويا في هادشي؟ في نظرك الكتاب ديال السحر باش استحضرتيني كيفاش حتى تحرق، وكيفاش اصلا وصل لي الدين ديال جدك، وفينا هو اخوك دابا؟ بيني وبينكم اخر مره شفت فيها خويا كان نهار قبل ما يغبر، حيتاش نهار 2 شهر 11 2021 خرج من الدار وما بقاش رجع، وحتى واحد فينا ما عرفو فين كاين. قلبنا عليه بزاف لدرجه وصلنا حتى للبرنامج ديال الناس اللي مفقودين، ولكن والو، حتى واحد ما عرفو فين مشى. جدك عارفو فين مشى؟ غير بلاتي
واش انت عندك علاقه بهذا الشيء؟ انا اقصى حاجه نقدر نديرها للبشر هي نلوح لهم كره وهما يقرروا واش يلعبوها ولا لا، ولكن الاغلبيه الساحقه كيلعبوها. هادشي علاش قلت لكم نتوما كائنات ضعيفه دغيا كتكيدوا. واش عمرك سمعتي بالخطايا السبع المميته؟ سمعت بهم، مالهم؟ جدك كان كيتقن وحده فيهم، وهي الخطيئة الثانية الطمع. وما أكثر هذا النوع في المجتمع ديالكم دابا. واش عرفتي الكتاب كيفاش وصل ليه؟ واحد النهار على حساب ما قال لي الشيطان الرجيم، جدي كان كيتمشى في واحد الخلا حدا واحد المقبره في رمضان، وهو يلقى واحد الكتاب مليوح تما. هز هذاك الكتاب ومشى برك في واحد البلاصه وبدا كيقرا فيه. بالصدفه قرا نفس الصفحه اللي قريتها انا، واللي كتخليك تستحضر الشيطان الرجيم. ما عرفت الصراحه بيني وبينكم واش صدفه نيت هادي ولا شي حاجه اللي كتخلينا نقراو نفس الصفحه ديما. واش حتى هو صرفق فيه بحالي؟ لا لا، خلاها واحد المثل عندكم ابن آدم، طماع كيقضي عليه غال كذاب. وجدك دغيا كان كيتقيد، ما يحتاجش للتصرفيق. ما تخاف ما الدشر. شوف، إلا بغيتي تبقى كيف ما انت غادي نغبر من قدامك، ما تخافش. ولكن إلا بغيتي الدنيا والمتاع ديالها تبعني، وما غادي يخصك معايا حتى شي خير. وبطبيعة الحال جدك قبل يتبعني كيف ما تبعوني بزاف قبل منه وتصيدو. واش عرفتي جدك باش يوصل ديك الزبالة ديال الفلوس اللي عنده اشنو دار؟ كل نهار في هذا الوقت غادي يطلع لهنا وغادي يتسبح بالكلمات اللي غادي نعطيك 1000 مرة. إلا درتي هاد الشي كل نهار تيق بيا ما غادي يخصك معايا حتى شي خير. جدك كان مكلخ لدرجة الطمع مالي عيني حتى باع ليا راسو. ما كانش عارف باللي كيشرك، وما كانش عارف باللي انا كنت كنهديه غال واحد. دابا عاد فهمت مزيان علاش جدي كان كل نهار قبل ما يموت كيطلع للسطح مع 12 ديال الليل وكيسد عليه تما حتى ل2:30 عاد كينزل. كان كيسحاب ليا كيقوم الليل ساعه، هو كان كيعبد غير الشيطان. ولكن خويا اش دخلوا في الموضوع؟ وفين هو دابا؟ جدك كان كيتقن واحدة من الخطايا السبع، اما خوك كان كيتقنهم كاملين. ما فهمتش. دابا قول لي، واش بغيتي تبقى تسبح كل نهار 1000 مرة بدوك الكلمات اللي عطيتك وتاخد شوية، ولا كتفضل نعطيك مهمة كبيرة كل مرة وتاخد فيها بزاف؟ اش قلتي؟ وبطبيعة الحال جدك اختار الكثير على القليل. واش عرفتي اشنو هي المهمة اللي عطيته؟ لا يخصك تضحي بواحد من دمك للعالم ديالنا. انا غادي نقول لك اشنو غادير. هاد الامانه غتوصل لواحد السيد، غادي نعاد لك فين غتلقاه، وملي توصل عيط ليه بسميتو 5 المرات باش يعرفني انا اللي مصيفطك. عيط ليه سيدي كيان. وشنو كاين في هاد اللعيبات؟ انت ماشي سوقك، وصلها ليه وجي خذ رزقك كيف ما اتفقنا. جدك دار لخوك داكشي ديال صحاب القمر، دخل بالكود برومو ديالي، انت تضيع وانا نربح. وبطبيعة الحال خوك تجمعوا فيه كاع الصفات ديال البغض، دغيا تسقم لجدك وجدك تسقم ليا انا. سيدي كيان، شكون هو هاد سيدي كيان؟ انا مع سيدي حد. واخا، شكون هو هاد كيان؟ كيان هو واحد من التابعين ديالي المخلصين، سيدي كيان. شيطان وطاغية كبير كيعيش في البلايص المهجورين. سيدي كيان، شحال دخلتو في القصص ديالكم وشحال هضر عليه جيلكم القديم. سيدي كيان. الا بغيتي يبان لك سيدي كيان، ما عليك غير تمشي لشي بلاصه مهجوره وتسمى تعيط بسميتو 5 ديال المرات. وفي الحاله ديال خوك كيان كنعرف مزيان شنو خاصو يدير.
المهمة الأخرى ديال جدك قبل ما يعرف الحقيقة هي أنه خاصو يضحي بواحد من دمه للعالم ديالنا ويبقى عايش معانا وتابع لينا. شكون انت؟ زيد كيام وإلا ما بغاش كيطير ليه راسو ديك الساعة. انت قال الواد يغديك داكشي اللي خنقول لك لا خنطير لك راسك. ندير والله تندير صديقيات والله تندير. غتعيش معاه داكشي اللي بقى لك من حياتك في قبيلتنا غتعبدنا وغتخدمنا. واش بغيتي ولا لا؟ بغيت، ولكن غير بلاتي شويه. كيفاش الحقيقه؟ اش من حقيقه عرفها جدي؟ الحقيقة اللي خلاتو يرجع لراسو فاش فات الفوت، الحقيقة اللي خلاتو يحاول يحرق الكتاب ويفيق من القلبة ديالو معطل. واشنو هي هاد الحقيقه؟ مزيان. ودابا قبل ما تولي عبد ديالنا غنكملو اللعبة اللي بداها سيدنا. العزلة الرمضانية ديالي مع الشيطان الراجم هاد العام ما كنتش عارفة غتسالي بصدمة بحال هادي. قبل ما تولي عبد ديالنا غنكملو اللعبة اللي بداها سيدنا. شنو هي اللعبه اللي غنكملو؟ اش من لعبة؟ لعبة الشيطان، اللعبة اللي كنلعبها مع كل واحد فيكم ابن آدم بشكل مختلف باش يتبعني وفي الآخر نخوي به. ولكن عائلتك انت بالضبط لعبت معهم واحد اللعبة مختلفة، اللعبة اللي الأحداث ديالها كتفوق شي حاجة سميتها الخيال. اشنو درتي؟ شاتشي فين انا؟ وفين انا؟ اسكت سمعني. قبل ما تولي منا ندير لك واحد المهمة إلا نفتيها عليك الأمان. كيان هذه مدة طويلة باش عشق واحد الإنسية، ولكن الزواج بين العالم ديالنا والعالم ديالكم ممنوع. مهمه؟ غادي تزبلها، غدير فيها موسخة وما تنساش حياتك تما. وشنو هي المهمه؟ وفي واحد النهار ديك الإنسية قررت قبل الزواج من واحد الإنسي. هادشي اعتبرو كيان بمثابة غدر وخيانة ليه. داكشي علاش قرر ينتقم وطلب من سيدو اللي هو أنا نعاونو. غادي خاصك تعتى على وحدة من بنات الإنس. ايه مرحبا. تفو كبوت خوك وصل لواحد المرحلة اللي ولا فيها الهو هو اللي مسيطر على عقله. تيق بيا حتى كيان ما فهم والو. بنادم قادر يدير الشر بدم بارد. هذه هي المرحلة اللي وصلتو ليها ابن آدم. فين هي دختنا اللي غنتعدى عليها؟ ديك الإنسية قبل ما تزوج بسيمانة اختطفات. اختطاف ماشي عادي، اختطاف الجن. الخدام ديال كيان جابوها حطوها قدامه هو وخوك اللي تأمر يتعدى عليها. كتبان مألوفه وزوينه، ولكن علاش لابس القديم؟ ماشي سوقك، دير اللي ليك ولا غادي نطير ليك راسك. ملي خوك سالا ولا عبد لينا وخدام ديالنا. اما بالنسبه للانسيه رجعوها الخدام لزمانها وقررت تخبي هاد السر وهاد الشي اللي وقع عليها باش زواجها يصدق. وبالفعل تزوجات بداك الانسي اللي غير بيدق وضحيه وما فاهم والو، وولدات منه ولد. ولكن اللي ما كانش عارفو داك الانسي هو انه ما كيولدش، وداك الولد اللي تزاد عندهم ماشي ولده وانما ولد خوك انت. ولكن علاش بالضبط اختاريتي جدي وخويا باش تلعب لعبتك صاحبي؟ واش انت مازال ما بغيتي تفهم؟ راه داك الانسي اللي تزوج بديك الانسيه هو جدك. الخدام ديال كيان اختطفوها من الستينات وخوك تعدى عليها، وداك الولد اللي تزاد عندهم هو باك انت، وخوك انت
هو جدك وجد راسو في نفس الوقت. وجدك اللي كتصحاب وانت جدك فاش عرف الحقيقة كاملة وعاودتها ليه وتأكد منها حاول يحرق الكتاب اللي ما لقاش بالصدفة، ولكن قبل ما يحرقو كامل صفيتها ليه. انا اللي قتلته وهزيت الكتاب من وراها وحطيته بين حوايجو باش يجي فضولي بحالك انت ويقرا ماشي بالصدفة الصفحة اللي كتستحضرني باش نبان ليه ونستغلو يدون كاع داكشي اللي درناه بالعالم ديالكم. سمعتيني؟ وهكذا كتسالي اللعبة، لعبة الشيطان.